السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا احلى متابعين؟ ان شاء الله تكونوا بخير. الفيديو بتاعنا النهارده هيكون ريفيو عن عجان جانو، كل حاجة عنه اقول لكم مميزاته وعيوبه وانصحكم تشتروه ولا لا. وسبق قبل كده ان انا عملت لكم فيديو عن عجان هوم ونصحتكم انكم ما تشتروهوش. وطبعا بقول لك رأيي ودي حرية شخصية، وفي ناس اشتريته بعد الفيديو وكتبوا لي في الكومنتات ان هو فصل معاهم وان هو فعلا وقف بعد فترة وانه فعلا كان جهده ضعف بعد وقت قليل و... وناس كتير برضو طلبت انها ترجعه. المره دي بقى هعمل لكم ريفيو عن عجان جان واقول لكم رايي فيه برضو كل حاجه عنه وتجيبوه ولا ما تجيبوش وكده. العجان ده عندي بقى له اكتر من 3 سنين، وانا طبعا من الناس اللي بعمل ريفيوهات بعد فتره طويله. يعني اصلا العجان ده الناس كلها عملت عنه ريفيوهات وكده، بس انا ما بحبش اعمل ريفيو عن اي جهاز عندي غير بعد فتره طويله جدا بعد ما اجربه. طبعا هو ولا سنه، يعني هو العجان من الحاجات اللي اصلا مش بتشتغلي بيها كتير، يعني استخداماته ضعيفه في المطبخ الا اذا كنت انت بتشتغلي في حاجه فبتستخدميه يوميا. فهو طبعا سنه مش كافيه ان انا اجربه، يعني لانك مش هتشغليه كم مره على بعض. فانا بصراحه يعني ايه بحب اجرب الحاجه وادي الحاجه حقها، عشان لما انصحك نصيحه تبقى هي ما اكتشفش حاجه بعدها ان هي وحشه او حلوه او كده. لان لما عملت فيديو كده عن عجانهم كنت اول ما جبته عجبني واشتغلت بيه، طلعت قلت لكم ده حلو وجميل جدا وسعره حلو هاتوه. جربته بعدها على طول لقيته ظهرت فيه عيوب جامده، رجعت طلعت تاني وقلت لكم انه مش حلو. فانا ما حبيتش بصراحه الموضوع ده يتكرر، وعشان كده مش بنزل فيديوهات كتير لاني بحب ان انا انزل حاجه بعد ما اجربها يعني فتره كويسه. اول حاجه عجان جان، وده عجان مش مصري، هو سعودي من شركه اسمها شركه جانو. شركه جانو دي شركه مشهوره جدا وشركه كويسه في السعوديه، يعني شركه ومنتجاتها كويسه جدا. فهو جانو مش مصري، ما بيجيش من يعني ما بتروحيش تلاقيه في محل هنا في مصر كده، ولكن بتجيبيه عن طريق الصفحات اللي هي بتجيب حاجات من السعوديه. هو بيتوفر بلونين، منه لون ذهبي ومنه لون الفضي اللي هو ده. 1200 واط الحله بتاعته بتبقى تقريبا من 6 ل 7 لتر حاجه كده، يعني في الحدود دي. في منه تقريبا حله اكبر من كده، ولكن هو ده الحجم الكويس، لان حتى لو انت جبت الحله الاكبر من كده هو الجهد بتاعه اصلا. يعني دايما بلاقي ناس بتروح تجيب عجان، انا عايزه العجان بس الحله بتاعته تكون 10 كيلو. انت مالكيش دعوه بالحله، انت ليكي دعوه بالموتور. يعني هو وليكن الحله بتشيل 10 كيلو، بس هو ما بيقدرش جهده ما بيقدرش يعجن غير 2 كيلو. فانت جبتي حله 10 كيلو هتعملي بيها ايه؟ ملهاش اي لازمه. فحاولي تجيبي يعني ايه الحاجه الكويسه، الموتور الكويس والجهد الكويس، بلاش تركزي على حاجات ملهاش لازمه. ده اولا. ثانيا هو بيجي معاه 3 ملحقات زي ما انتم شايفين كده، ده بتاع الخفق، تمام، وده بتاع العجن، ماشي، وده بتستخدميه بقى لو انت مثلا عايزه تضربي زبده. يعني ده الخفق برضو، بس الخفق الحاجات اللي هي التقيله، زي الزبده مثلا، زي الحاجات الجامده، السمنه والحاجات الجامده دي. ده طبعا لخفق البيض، ما ينفعش يعني تضربي بيه الزبده. وده للعجن، تمام. ده بقى الخفق الحاجات التقيله انا بستخدمه مثلا لو عايزه اعمل زبده للنواعم والحاجات دي. فطبعا الزبده بالسكر والحاجات دي انت بتبقي محتاجاها تبقى تعمل فوم كبير وكده، فبتستخدمي دي، تمام. ودي للعجن لو انت عايز تعجني دقيق، وانا بستخدم دي برضو للعجن بعض الاوقات. وده طبعا لخفق البيض زي ما احنا اتفقنا. يجي معاه البتاع دي، الغطا ده بتحطيه لو انت مثلا عندك حاطه دقيق فمش عايزاه يطرطش او يعمل غبار او حاجه بتطرطش وكده، فانت بتستخدميه بتحطيه هنا كده اهو. لحظه واحده. بتركبيه كده، هنا بيبقى له فتحات في المنطقه دي، شايفين هنا كده بيبقى له فتحات، فانت بتحطيه فيها هنا كده الاول، ماشي. بتركبيه الاول وبتحطي بقى القطعه اللي انت السكينه اللي انت بتستخدميها ليها كده فتحه. بصوا هنا اهو، دي بتدخل هنا كده، وبتلفيها بس لفه صغيره كده، وشايفين الزرار ده بتقومي انت متكيه عليه كده، بتقومي منزله وبتبداي بقى تشغليه. هو له هنا ليد، ماشي، وبتبداي بقى له طبعا ده الزرار بتاع اللي هو زرار النبض اللي هو بيبقى اعلى سرعه، ماشي. وده كده بتاع الليد، وهو 5 سرعات، هو بيكون 5 سرعات، تمام. الجهاز ده اسمه هايبر بلس ميكسر. هو بيبقى طبعا منه كذا، يعني كذا موديل، يعني الحاجه بتنزل بقى لها كذا موديل. الموديل ده هو كان اخر حاجه تقريبا نزلت، اللي هو هايبر بلس ميكسر كده. انا بكون قلت لكم كل حاجه عنه، عن مكوناته او كده. طيب انتوا بتجيبوا منين؟ زي ما قلت لكم هو بيبقى فيه صفحات بتبقى يعني ايه
بتجيب حاجات من بره وبتبيعها، تمام. بس في صفحات طبعا بتعمل دعايه جامده جدا، اللي هو بتبقى بتدي مثلا جهاز او بتدي مثلا فلوس لحد بتاع يوتيوب، قناه يوتيوب او فيسبوك او كده، فطبعا بيديله فلوس وبيبدا يعمل دعايه جامده جدا، والدعايه دي اصلا هو بيصرف عليها فلوس. فالناس بتقول احنا جايبين من عند الشخص الفلاني او من الصفحه الفلانيه. ولكن في صفحات تانية بتبيعه بسعر حلو جدا، يعني اوقات يعني انا لما كنت اشتريته كان في فرق بين صفحه وصفحه حوالي اكتر من 700 جنيه، يعني من 700 جنيه او أكتر. فدوري على صفحه تكون بتبيعه بسعر كويس، بلاش تمشي ورا الدعايه والاعلان. انا جايباه من صفحه او من حد يعني بيبيع الحاجات دي بامانه، اتعاملت معاه مرتين، حاجته ما شاء الله ممتازه، راجل منتهى الاحترام، ولو اي قطعه حصل لها اي مشكله بتصل عليه بيجيبها لي، فهو بصراحه يعني حد محترم جدا. لو انت حابه تعرفي اسم الشخص ده ممكن تكتبي لي في الكومنتات وانا اعرفك اسمه، لاني مش متذكره بصراحه اسم الصفحه بالظبط، هبقى اسيب لك اللينك. تمام. فكده اول حاجه ان هو انت بتجيبي من صفحات معينه، بس حاولي تختاري صفحه تكون موثوق منها، وفي نفس الوقت ما تكونش من الصفحات اللي بتعملها دعايه جامده جدا فبتبقى طبعا فلوسها غاليه، بيبقى فرق زي ما قلت لكم عالي. طب هو كويس ولا وحش؟ هو كويس جدا بالنسبه لسعره، كويس جدا. طبعا انت لو جيتي تتكلمي ايه الافضل عجان موجود حاليا في مصر، افضل عجان حاليا اللي هو كينود. طبعا كينود فيه افضل منه بكتير، ولكن اسعاره طبعا اعلى بكتير. العجان من الحاجات اللي اسعارها عاليه جدا. كينود طبعا سعره عالي، فان انت تجيبي عجان زي جانو بالسعر ده وبفرق السعر ده بينه وبين كينود، فطبعا لو جينا نتكلم في بالنسبه لعجان جانو، عجان بامانه لا يعني كويس جدا 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 على سعره. هو هل سعره هو ازاي حاجه سعرها رخيص كده وهي كويسه كده، وهي كويسه كده وحلوه؟ لا، على فكره ده السعر الطبيعي، يعني هو سعر العجان ده السعر الطبيعي على امكانياته، دي السعر الطبيعي. ولكن اللي بيحصل عندنا احنا هنا في مصر ده مش الطبيعي، يعني ان المستورد بيستورد باسعار، يعني بيبيع باسعار رهيبه، وان هم بيستوردوا اصلا بيجيبوا الحاجه اصلا يعني جودتها مش حلوه. تلاقوا ان ممكن نفس الجهاز هو هنا نفس الماركه هو في السعوديه او في الكويت، بس بيكون افضل، قطع اكتر، وبيبقى ارخص، وبيبقى يعني احسن في كل حاجه. ولكن هي دي مش ان هو مش سعره قليل فهو هيبقى وحش، لا هو ده الطبيعي. يعني ده لو اتباع هنا في مصر هو بيتباع اغلى طبعا، وعلى فكرة هو اصلا بيتباع غالي في مصر كمان، هو هناك ارخص من كده اصلا، يعني ارخص من السعر اللي انت بتجيبيه من هنا كمان. فهو على سعره ممتاز، على استخداماته، على يعني ان هو كعجان بصراحة جهده كويس جدا، ما قلش معايا ما شاء الله كويس. يعني هو حلو، هو عجان حلو يستاهل فلوسه بصراحة. ولو انت عايزة تشتريه وحابة تاخدي الخطوة دي اتكلي على الله، خدي الخطوة دي بأمانة، هو يعني ايه، خدي الخطوة دي مش هتندمي. ده اول حاجة. تاني حاجة، لو انت عايزه تجيبي عجان، طب في حاجه ارخص جان ومثلا سعره غالي شويه، هو حاليا سعره بقى غالي بالنسبه لعجانات تانية كتير، ولكن هو حلو بالنسبه للكنود بس. ففي ناس بتقول لك برده غالي، يعني هو النهارده سعره مثلا يعدي ال 5000 جنيه. طب هو غالي برده، فانا عايزه اجيب، لا عايزه اجيب عجان، بس عايزه اجيب عجان كويس بس سعره كويس. مفيش عجان كويس بسعر كويس، يعني مش هتلاقيها. هو العجان اساسا سعره غالي، فلما انت تجيبي عجان سعره اقل شويه وحلو، يعني هو غالي برضو ولكن اقل شويه من كينود مثلا او الحاجه دي بالسعر ده، فده حاجه كويسه جدا وحاجه ممتازه. ان انت تدوري على عجان اقل من السعر ده فانت هتجيبي حاجه مش حلوه. تاني حاجه، الحاجات اللي منتشره جدا في الحاجات المنتشره جامد قوي في السوق دي، اللي هو زي رافال، زي هوم، زي الحاجات دي هي بصوا بيتروج لها بطريقه حلوه او بيتروج لها جامد، ولكن هي مش حاجات حلوه. الحاجات دي بتديكي جهد اول مره، بعدها بفتره جهدها بيقل. في شركات كتير انا مش فاكره اسمها بصراحه، بس كل الحاجات اللي انت بتلاقيها منتشره مره واحده وبتلاقيها عند بتوع الاجهزه بتاع الادوات المنزليه وتلاقيها على النت، والناس دي على فكره الحاجات دي اصلا كلها مش حلوه. واي حد بيروج للحاجات دي اصلا دي صدقني فلوس حرام، لان انت ما تعلمش انا جايبه الفلوس دي ازاي علشان اشتري. يعني ممكن واحده تفضل تحوش يعني سنه واثنين وثلاثه وتعمل جمعيه عشان تجيب قطعه او جهاز عندها في المطبخ. فلما انت تطلعي تقنعيني بقطعه هي اساسا مش حلوه وانا احط فيها فلوسي، وانت تكوني واخده فلوس عشان تطلعي تعملي دعايه لحاجه زي دي، انا بامانه بشوف حاجات، يعني بامانه انا بتجيلي ذنوب. يعني انا بزعل لو انا عملت ان في ناس بتطلع تروج لمنتج او لجهاز او كده بيبقى فعلا يعني مالوش اي علاقه باللي هي بتقوله، بيبقى منتج سيء جدا وبيطلعوا يروجوا له. وطبعا في ناس كتير طبعا ما بتفهمش في الحاجه دي، ولكن شافت حد بتثق فيه او واحده يوتيوبر او حاجه حد على الفيسبوك او كده بتثق فيه، فراحت هي دي جابتها فشكرت فيها، فانا رحت جبتها. على فكره هي اللي بتشكر فيها دي جايه لها من غير فلوس، فهي هتشكر فيها، حتى هي بالنسبه لها حلوه حتى لو هي سيئه، هي حاجه جايه لها ببلاش فبتستخدمها وخلاص. تالت حاجة، هي كمان بتاخد فلوس، يعني بتعمل دعاية، الدعاية دي بتعملها بفلوس، يعني هي بتاخد فلوس فبتعمل دعاية، تمام. فطبيعي ان هي تشكر في الحاجة دي.
ولكن في الاخر دي فلوس حرام. اي فلوس هتجيلك عن طريق الفيديو اللي انت شكرتي فيه في حاجه مش حلوه، واحده قاعده تحوش في مبلغ بقالها كتير وراحت اشترت القطعه دي وفي الاخر باظت منها، فهي خسرت المبلغ ده، مش هتقدر حتى تكونه تاني او تجيبه تاني، لانها كان ممكن المبلغ ده تكونه عشان تجيب حاجه تانية وما صدقت انها خلصت من حاجه هي عايزاها. دي فلوس حرام. تمام. قبل كده انا كنت جبت عجان هوم، وانا كنت الاول كنت بشتغل تورت وحلويات وجاتوهات والحاجات دي، انا كنت عامله المشروع ده من البيت، فكنت محتاجه عجان ضروري. كان كنوت بصراحه غالي عليا، فاضطريت ان انا، وكان جانو لسه منزلش قوي ومش ناس كتير بتجيبه، فسالت حد يعني وكده، قال لي خدي هوم ده كويس جدا وبيشكروا فيه شركه كويسه، وخديه لو حصلت في اي حاجه هاتهولي هو بتاعي وكده وعلى ضمان وله ضمان وكلام زي ده. فانا جبته وشكرت فيه للناس وكده. بعدها استخدمته فترة قليلة جدا، يعني ما كملتش 3 4 مرات لقيت العجان جهده بدأ يقل وبيطلع ريحة وكان سيء وبيتهز وكده، فما عجبنيش فرجعت رجعته. هو انا كنت جايباه من محل كويس جدا بصراحه، هو اسمه اخو العروسه، وهو حاليا على فكره منزل عجان جانو، بس بصراحه مش عارفه هل سعره كويس عنده ولا عالي بالنسبه للصفحه اللي انا بشتري منها. فهو طلبت منه ان انا ارجع العجان ورجعه. في ناس كتير دخلت قالت لي لا ده هو كويس، وكنت قلت على عجانات وحاجات تانية مش كويسه زي رافال وكده، وناس كتير دخلت برضو وهاجمتني وقالت لي لا انت بتتكلمي عنه كده ازاي، ده شركه كويسه، ده كويس، ده عندي ده كده، لان دي طبعا رافال دي شركه يعني عامله ترويج عالي جدا جدا، فكله هاجمني طبعا. في ناس اشترت رافال وبعدين كتبوا لي في التعليقات ان هو فعلا سيء وفعلا جهده قل، وهم برضو نفس الحكايه. فلو انت عايزه تجيبي عجان عشان تستخدميه خليكي في جان، ولو فلوسك تسمح خليكي في كنود، في حاجات طبعا اعلى من كده بكتير. تمام. ولكن مش منتشره هنا في مصر. طب لو انت عايزه تجيبي عجان وخلاص كده عشان انت هتتجوزي ويبقى اسمك عندك عجان، اول حاجه هتبقى بترمي فلوسك في الارض. ثانيا لو انت مصممه تجيبي هاتي اي حاجه مش هتفرق، لو انت عايزه تجيبي عجان لمجرد ان انت عندك عجان في مطبخك مش للاستخدام، اي حاجه بقى وقتها مش هتفرق معاكي، يعني هاتي اي عجان هو يمشي معاكي ان هو عجان عندك في المطبخ. ولكن لو انت عايزاه للاستخدام هو جانو. تاني حاجة كنود، غير كده ما تجيبيش اي عجان خالص حتى لو شركات معروفة، يعني حتى لو انت هتجيب عجان من شركات معروفة لا برضو مش حلوين، اي عجان في السوق مش حلو، لان يعني كل شركة بيبقى في حاجة عندها حلوة وحاجة مش حلوة، فاهمين؟ يعني ممكن شركة تكون ممتازة جدا في التلاجة ولكن ديب فريزر عندها مش حلو، ممكن شركة تكون ممتازة جدا في الغسالة ولكن البوتاجاز بتاعها مش حلو، وشركة تكون ممتازة في البوتاجاز برضو بس قطعة تانية عندها مش حلوة، فاهميني يعني ايه؟ مش معنى ان شركة جربتي منها حاجة كويسة يبقى انت تجيبي منها بقية المنتجات، لا. في شركة بتطلع منتج كويس جدا او منتجين كويسين جدا والباقي وحش. فاي عجان في السوق غير جانو او غير كينوت بلاش تجيبيه. حته ان هو لا مش ملوش ضمان، وحته ان هو ممكن يتكسر منه قطعه او كده، لو اتكسر منه اي حاجه او اي قطعه في نفس الصفحه اللي انت جبت منها او نفس الناس اللي انت جبت منهم بتطلبي منهم القطعه دي، هم حاليا بيوفروها. وكمان هو بيمشي عليه قطع بتاعه عجانات تانية، لان العجان في الاخر كله شكل بعض، يعني كل العجانات في الاخر شكل بعض. ثانيا انت حتى لو جبت عجان مصري وبضمان وكده من مصر، صدقيني الضمان اساسا يعني والله العظيم يعني بيبهدلوكي خالص، يعني حتى لو في الضمان بيطلعوكي منه، يعني حتى لو انت هو له ضمان في مصر ما بتلاقيش الحاجه بسهوله، ولو لقيتيها بيدوها لك باسعار غريبه جدا. يعني المستوردين اصلا او الوكيل او الجماعه دول بتوع مصر بصراحه يعني مقرفين ومتعبين في الحته دي. انا بتعامل مع الناس دي كتير وبصراحه مرهقين، كل الشركات او معظم الشركات بصراحه مرهقه جدا في الحته دي، بيهبطوكي ماشي، اللي هو يعني بصي هما بيتعاملوا بسياسه اللي هو ايه، اهبطك انا في الحاجه مره واثنين وثلاثه، وعشان ما تتكسر مره واثنين وثلاثه فانت ترمي الجهاز وتجيبي غيره، او انت تحاول او يعني مش فاهمه السياسه بصراحه، ولكن هما مرهقين، يعني حتى لو جبت جهاز من مصر فهو وضمانه مصري وكده مرهقين جدا، وهيتعبوك وهيهبطوك وهيدفعوك اسعار غريبه مريبه يعني. فهو الموضوع في الاخر زي بعضه، يعني ممكن تجيبي جهاز مصري ويهبطك ويبدا كل شويه يبوظ وتروحي التوكيل ويدوكي على الضمان وبيطلعوكي من الضمان اكيد، يعني هم لازم يشوفوا لك حجه اصلا سوء استخدام، اصلا ده كذا اصلا ده كذا، وفي الاخر برضو بتدفعي. وفي برضو ممكن تجيبي جهاز من بره ولكن يعيش معاكي ولا يحتاج ضمان ولا يحتاج قطع غيار ولا يحتاج اي حاجه، لانه اصلا بيبقى معمول بطريقه كويسه وبيبقى منتج كويس. اي حاجه من بره بتبقى افضل من هنا، وده عن تجربه. وده كان رأيي في عجان جانو. الفيديو طبعا طويل جدا ولكن عشان تستفادي بكل الطرق، ولو عندك اي سؤال اكتبه لي في كومنت، انا مش بعمل فيديو عشان الم كومنتات او تعليقات او لايكات، لا انا بعمل فيديو عشان تستفادي. فلو انت عايزه تستفادي هتسمعي الفيديو كله للاخر، مش هيبقى الموضوع طبعا تقيل، ولكن لو انت مش عايزه تستفادي عادي، يعني انا مش الفيديو ده للافاده بس مش اكتر.
لان انا ببقى حابه حد يفيدني برضو، مش ان انا الم تعليقات. فطبعا هتطلعي تدخلي تقولي لي بترغي بكده، لا، ممكن تشوفي اي فيديو تاني انا برغي عشان افيدك مش اكتر. وكده اكون خلصت، والسلام عليكم ورحمه الله.